الجمبريه في اسكندريه عامله ازاي؟ شومه يا عم الحاج. الصوص صعب قوي لوحده. اهلا بيكم في مقارنه احسن كيلو جمبري باتر فلاي يا جماعه من عند بلبع الكتعه وعمر افندي. وانا راجل صاحب مطعم جمبري مشهور في القاهره، وعايز اقول لكم ان اميز حاجه عندي في شيرين بزون باتر فلاي ان انا اجي اسكندريه عندكم يا اسكندرانيه وادوق الجمبري الباتر فلاي. اتمنى من الله ان يعجبني عشان انا عايز اتبسط ونفسي اكل جمبري. وتعالوا نبتدي بالكتعه. وطلبنا كيلو جمبري ب 1550 جنيه، يعني ب 1000 ونص. وواحد رز ب 25 جنيه، يعني كيلو الجمبري في اسكندريه ب 1000 ونص يا جماعه. ولما نيجي نقول لهم عندنا في شيرين بزون ان احنا عندنا اسعار ارخص من كده، يقول لك ده احنا في اسكندريه الجمبري ده ببلاش. فين بقى يا اسكندرانيه الجمبري اللي عندكم ببلاش؟ ادي جبنا واحد رز وكيلو جمبري ب 1000 ونص. تعالوا نشوف كيلو الجمبري اخباره ايه. وعايز اقول لكم ان الكتعه اقل لهم احنا طلبناه كبير بس مش للدرجه دي. ايه ده؟ ما عندناش ده في القاهره حقيقي. ايه الحجم ده؟ يا نهار ابيض يا جدعان، يا بخت الاسكندرانيه. في كيلو جمبري جاي 12 قطعه يا جماعه، في كبير انا اوريكم الكبير وفي صغير بردك، عشان ايه ما نبقاش ان احنا وريناكم الكبير بس وضحكنا عليكم. وادي كده ال 12 جمبريه طالعين 900 جرام. يعني خس حاجه بسيطه خالص 50 جرام مع الصوص والتتبيل والخلطه. هنقول ان هي دي شايله دي ونأسف على اللغوصه، ولكن اكله السيفود هي اكله اللغوصه. تعالوا نسمي الله. والمفروض ان صوص الباتر فلاي يبقى اتقل من كده. ده مبدئيا. تعالوا نسمي الله ونقشر. على المنظر، على المنظر يا ولاد. منظر الجمبريه حلو قوي. اما الجمبريه مش واضح خالص، انا مش بهزر، مفيش طعم جمبري خالص. هو في طعم تتبيله وتوم وسنه زبده، ولكن مش هو ده صوص الباتر فلاي اللي انا مستنيه. وطعم الجمبري انا حاسس مش واضح. ممكن ندوق واحده تاني، بس هي شكلها جميل قوي وحجمها جميل جدا. ناخد حته كمان كده على معلقه رز ونسمي الله. طيب عشان ما اطولش عليكم، انا راجل دي مهنتي، يعني انا فاهم انا باكل ايه كويس قوي. هنا الجمبري طعمه مش واضح وضوح قوي، بس طعمه حلو قوي مفيش كلام. صوص الباتر فلاي مش هو ده صوص الباتر فلاي اللي احنا متعودين عليه. ده زبده وخلطه، مش الصوص المعروف. يعني المفروض ان صوص الباتر فلاي يبقى اتقل من كده كتير. هو يعتبر بالنسبه لي جمبري مشوي، هتحس بطعم الجمبري المشوي اكتر، مش هتحس بصوص الباتر فلاي. الرز طعمه حلو قوي قوي ونضيف، وما فيهوش طعم حروقه البصل. ده قريب لينا اللي احنا بنعمله في مطعم شيرين بزون. ويلا نخش على اللي بعده. في تاني واحد معانا عمر افندي، كيلو الجمبري ب 1250 وطبق الرز ب 28 جنيه، يعني هنا فرق 250 جنيه. يا بتوع اسكندريه الجمبري غالي. احنا عندنا في القاهره وفي مطاعم ارخص من كده. مش بعمل دعايه لمطاعمي عشان الناس مش هذكر، كفايه كده الكلام عن شيرين بزون. ولكن بس انا عايز افهمكم ان انا مش راجل مش عارف الجمبري، لا بالعكس، ده انا راجل مهنتي الجمبري. ده اللي جاي مع كيلو الجمبري. وكيلو الجمبري هنا جاي على طبقين، وده حجم الجمبري، ولكن انا طالبه باتر فلاي. ده مش باتر فلاي يا اسكندرانيه. انت فاهم؟ صوص الزبده مش موجود. طيب تعالوا نوزنه ونشوف. وكيلو الجمبري هنا عند عمر افندي 870 جرام، يعني الكتعه كانت اكتر 100 جرام. وتعالوا نسمي الله. ولكن يا صديقي، هي دي بص، اللي فاهم في الجمبري اللي تشوف المنظر ده جمبري بلدي. جمبري دي بلدي ونضيف، بس ده مش صوص باتر فلاي خالص. وان يحط عليه فلفل رومي، معرفش ليه اصلا. يعني ايه صوص الباتر فلاي ابو فلفل رومي ده؟ انا مش عارف. ومنظر الجمبريه من جوه بردك عندهم هنا الاسكندرانيه جميله قوي. المنظر حلو قدامك. طريقه الشوي والطريقه دي انا حاسس ان مش حاسس طعم الجمبري. تعال نشوف صوص الباتر فلاي ده. الصوص صعب قوي لوحده، صعب. دول الرز بتاعهم. ده طبق الرز ب 28 جنيه غير الضريبه. طعم الرز اجمد من اللي فات بكتير. هناخد جمبريه كبيره شويه منهم
بس انا مش فاهم ليه هم عاملينها كده، ده مش باتر فلاي اسكندرانيه خالص. انا مش بعيب فيكم، انتوا فوق راسي، كل اي واحد اسكندراني فوق راسي، ده انتوا اساس الشغلانه، بس مش هو ده اللي احنا متعودين عليه. يعني انتوا يا جماعه قولوا انا بقول اي كلام ولا ده كلام صح؟ ده صوص الباتر فلاي، ولا هو في اسكندريه ليه طريقه معينه غير بتاعتنا في القاهره؟ تعالوا ندوقوا بالرز. عندي مشكله ان طعم الجمبري مش واضح، حاسس في حاجه غريبه. طعمه حلو، طعمه حلو، تحس مشوي بس مش باتر فلاي، وطعم الجمبري مش قوي، مش عارف انت زفرة القويه بتاعت الجمبري مش موجوده. البابا غنوج 10 من 10، ورز 10 من 10، والجمبري حلو بس ما فيهوش طعم الواضح قوي للجمبري. وصوص الباتر فلاي غريب عليا شويه. انا مش جاي اعيب في الاسكندرانيه والله ابدا، كل الاسكندرانيه فوق راسي، بس انا جاي اعمل مقارنه، والناس هي اللي طلبت مني، قالوا لي طالما جيت اسكندريه اعمل لنا مقارنه على البحر كده بالسمك والمنظر الجميل ده، وفي مقارنه بوري. يعني ممكن يكون في الجمبري انا حاسس في حاجه عشان انا صاحب مطعم جمبري، فحاسس ان انا يعني غرور جوايا ولا حاجه، ان انا حاسس ان انا مش هو ده الطعم اللي انا متعود عليه في مطعمي او اللي باكله في القاهره عامه. ومن وانا صغير كمان انا كنت اصلا في مطعم والدي، محل والدي اشتغلت فيه من وانا صغير مهني، فانا مش بقول اي كلام صدقوني وامام الله. انا بقول كده عشان مثلا اجيب الناس لمطعمي، امام الله ابدا، ده حرام عليا اصلا لو انا هعمل كده في الناس، بامانه حرام عليا لو انا اعمل كده، بامانه الله اللي بقوله وحياه النعمه دي هو حقيقي فعلا، انا ما بجامل ولا بقول اي كلام. تعال نخش على اللي بعده. وتالت واحد معانا بلبع، وكيلو الجمبري ب 1700 جنيه بعد الضريبه، والواحد رز ب 50 جنيه بعد الضريبه. اللي انتوا شايفينه دوت سعر كيلو جمبري 1700 جنيه. هل الكلام ده اسكندرانيه عندكم انتوا بس، ولا احنا كمان في القاهره كده؟ لا، في القاهره الاسعار دي واغلى شويه كمان، بس كنت فاكر ان يعني لما هاجي اسكندريه الاقي الجمبري فعلا رخيص زي ما بيقولوا، طريقه تغليف تحترم قوي. تعالوا نسمي الله، وتعالوا نشوف كيلو الجمبري عند بلبع. اها، منظر يحترم، ولكن كلهم نفس الخلطه، الثلاث مطاعم نفس الخلطه بالظبط، مفيش حد غير التاني، نفس المنظر ده هو في كل المطاعم. وتعالوا نوزن كيلو الجمبري. شايفين الجمبريه في اسكندريه عامله ازاي؟ شوم يا عم الحاج، ده مش جمبري، ده شوم. تعالوا نوزن كيلو الجمبري. وكيلو الجمبري عند بلبع اغلاهم سعرا واقلهم وزنا، بس حاجه بسيطه يعني مش مشكله، 800 يعتبر و30 جرام بالخلطه بكل حاجه. تعالوا نسمي الله، وانا عايز ادوق الشومه دي. ايه ده؟ ايه ده امال مطعم بلبع انتوا صايدينها بالواحده ولا ايه؟ تعالوا نسمي الله وندوق. بصوا منظر الجمبريه بتتقشر، بص 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 بص، حاجه تنزل القلب. عزيزي يا اللي ما بتاكلش جمبري، صحتك ضعيفه، ذاكرتك ضعيفه، اعصابك ضعيفه يا حبيبي يا اللي ما بتاكلش جمبري. اسال واحد بياع جمبري، ده لو انت صحتك مش حلوه كل ده وهتتبسط، كل ده وصحتك هترجع. بص، هو التلاتة بأمانة الله نفس طعم الجمبري بالظبط، التلاتة نفس الطعم، ولكن هنا حاسس صوص البتر فلاي والزبده زياده شويه، بس جاب بقى كميه صوصات انا مش عارف ايه ده. ده انا صاحب مطعم جمبري زي زيك بس ما اعرفش ايه ده اصلا. تعال نشوف شويه الصوصات اللي هو جايبهم، تاكلوا بالمعلقه. بقى الطبق كافيار مع الجمبري، مديك كيلو جمبري غالي، بس مديك الطبق ده اشتريته في اي مطعم في القاهره بيعدي ال 200 300 جنيه بامانه الله. تعال نشوف ايه هو ده. ليمون معصفر بس على طريقتهم. تعال نشوف ده ايه. حد من بلبع يقول لي ده ايه؟ دي حاجه فيها ريحه المش وطعم المش سنه، بس مخلوط بحاجه. دي طبعا الطحينه يا عم الحاج، كميه سلطات تحترم. دي ايه، بسله دي ولا فاصوليا ولا ايه؟ ايه ده؟ اه شطه شطه شطه، ده انا ما خدتش بالي ده فلفل، افتكرته زيتون والله. انا عيني دمعت، صح؟ يا لهوي يا، ماشي يا بلبع، انت بتغفلني وتحط لي حاجات كتير عشان اقوم انا دايس واحده منهم متسوح. حراها قوي قوي قوي.
وانا ماليش في الشطه اصلا، بس انا مش هدوق تاني خلاص، بس اخش على الرز. ويا صديقي اللي بتقول لي صناعيه مصر يا جماعه في السمك، بيقول لك ان الاسكندرانيه بيحطوا بصل على الرز. هل شفت في الثلاث مطاعم الكبار حتى حاطط بصل محروق؟ ده بالعكس مطلعينه حلو ومفيش مراره البصل. صناعيه السمك اسمعوني، ما تحرقوش البصله قوي وتمرروا الرز. اهو مطاعم كبيره في اسكندريه، من قلب اسكندريه، من اكبر المطاعم، مش عاملين اللي انتوا بتقولوا عليه، والرز طالع فاتح وجميل. يا صديقي انا كهاني من القاهره مش هاجي اكل جمبري تاني، يعني ما حسيتش ان هو انا اكلت جمبري اتبسطت بيه. على يمينك هنا الكتعه، على هنا في النص عمر افندي، اخر واحد بلبع. انت اختار اللي يعجبك، بس انا هخش على مكرونه بوري مشوي مقفول، ويمكن بقى اتبسط لان متاكد ان البوري هنا اعظم من بتاع القاهره بكتير. كان معاكم هاني فود صاحب مطعم جمبري اسمه شريمب زون. مش هقول ان انا احسن جمبري في مصر ولا اي حاجه، انا بسيط ودول قدام واحنا نتعلم منهم المهنه، ولكن يمكن الاسكندريه ليهم طريقه تانية في البتر فلاي غير بتاعه القاهره. سلام.